سوف نتعرف في هذا الجزء على الطرق المختلفة لعرض المستند داخل البرنامج، حيث يوفر لنا البرنامج 4 طرق مختلفة لعرض المستند، وهي Normal و Web Layout، Print Layout و Outline. ويمكننا التنقل بين هذه الطرق المختلفة بالضغط على هذه الرموز بجوار الشريط المنزلق الأفقي. كما يمكننا التنقل بين طرق العرض المختلفة بفتح القائمة المستدلة View واختيار طريقة العرض المناسبة. وتؤثر طريقة عرض المستند على كيفية ظهور المستند داخل نافذة البرنامج فقط، ولا تؤثر على طريقة طباعة المستند عند إجراء عملية الطباعة. وكما نرى فإن الصفحة المفتوحة حاليا يتم عرضها بالطريقة Normal، وهي طريقة العرض الافتراضية لعرض المستندات في البرنامج. وفي هذه الطريقة لا تظهر الصور التي تم إدراجها في المستند، وأيضا لا تظهر الإعدادات الخاصة برأس وتذييل الصفحة Header and Footer. وتعتبر هذه الطريقة أسرع طريقة لإدخال وتعديل الكتابات إلى المستند. والآن نضغط على مفتاح Web Layout للتعرف على طريقة عرض الصفحة الذي ستظهر به عند عرضها من خلال متصفحات الإنترنت Internet Browsers. وبالضغط على مفتاح Print Layout سوف تظهر الرسومات والصور التي تم إدراجها في المستند، كما ستظهر الإعدادات الخاصة برأس وتذييل الصفحة. ونلاحظ ظهور إعدادات Header and Footer باللون الرمادي. وسوف نتعرف على كيفية عمل إعدادات المناطق Header and Footer تفصيليا في الأجزاء القادمة. والآن نضغط على مفتاح Outline View للتعرف على طريقة العرض Outline. وفي هذه الطريقة يتم عرض الصفحة بالتنسيق Outline الذي يساعد على إعادة ترتيب وتنظيم الصفحة. وعند اختيار هذه الطريقة سوف نلاحظ ظهور شريط الأدوات Outline تلقائيا ضمن شرائط الأدوات المفتوحة في واجهة البرنامج.